طريقة عمل تزيين الكيك بالكاكاو. اي كاكاو عندك او عندك راح تزينين بهاي الطريقة، طريقة كاملة وكلش حلوة، نريدها من عندكم المتابعة واللايك وتعالوا على الطريقة. اول ما نجي عندنا هاي الكيكة راح نقطعها بالمنشار، يصير عندنا 3 قصات، واذا ما عندك هذا المنشار تقطعها بالسكينة الكبيرة، بس المهم تكون تقطيعة عدلة. نوخر هاي الزوايد، صارت عندنا 3 قصات. ناخذ اول قطعة، وهسه راح شنو نحشيها بالكريم والنونتيلا مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. هذا الكريم والنونتيلا منزلها على صفحتي طريقة كاملة. بعد ما حشيناها هسه راح نأسسها تأسيس الأول. نعدل الوجه ونجي على الجوانب، تأسيس الأول شوية يكون صعب بس إن شاء الله سهل عليكم. نعدلها بمستوى واحد مثل ما تشوفون. إذا أحد حاب هذا الشفرة موجودة بالسوق، تنطي شكل للكيكة كلش حلو. بعد ما أسسناها راح نخليها بالمجمدة، بردناها تقريبا 10 دقائق. بعدها هسه راح نصبها بالكاكاو، نوخرها عن القاعدة، نخليها على مشبك، ونجيب الكاكاو. هذا الكاكاو بس نموعاه. بعد ما نموعاه اي كاكاو عندك نخلي له دهن زيت شي بسيط، بعدها نطرقه. بعد ما نطرقه راح نديره على الكيكة ويكون بمستوى واحد. من تديره على الكيكة لازم بمستوى واحد. نوزعه بهاي الطريقة. هسه على الجوانب مثل ما تشوفون نغطيها كل الكيكة بالكاكاو. هسه راح نخليها تنشف ونرجعها بالقاعدة، نخليها تنشف دقيقتين. بعد ما نشفت هسه نرجعها للقاعدة، نخليها بالنص بمستوى واحد. طريقتها سهلة ان شاء الله، مو صعبة عليكم. نشيل الكاكاو الزايد، بعدها نرجعها المجمدة او البراد حق دقيقة دقيقتين. بعد ما خليناها بالبراد مثل ما تشوفون نقول عليها يبس الكاكاو يعني. هسه راح نبلش نزين بيها. هسه حبايبي راح نخلي كريم بكعب الكيكة، نقول عليها البصمات مثل ما تشوفون. بعد ما خلصناها راح نخلي لها وردة ونرش لها كاكاو ذهبي. شوف شكلها شلون تطلع كلش حلوة. هسه راح نخلي الكاكاو الذهبي على الكريم اللي خليناه بكعب الكيكة. بعد ما خلصنا تزيين الكيكة مثل ما تشوفون شكلها طلع كلش حلو، ان شاء الله تعجبكم.